من الفارس الابيض. وزي ما قلت لك في المقدمه، هل هيقدم لعيبه الزمالك هديه ترحيب بالمجلس الجديد؟ فعلا قدموا هديه ترحيب بمجلس حسين لبيب وكل الاعضاء اللي كسبوا امبارح وكل مجلس الاداره اللي كسب امبارح، وبالتالي عملوا النهارده اللي المفروض يتعمل، ترحيب واداء و3 نقط والمركز الثالث ولو بشكل مؤقت. ووصفي لاوسوريو بالجنان ده لحركه النهارده مش متوقعه، ممكن نصنفها بانها لعب مباراه عبقريه، وده طبيعي، مش حاجه فيها سخريه منه ولا سمح الله. وانا المعروف عني ان انا ما بتجاوزش في حق حد خالص، فعلشان لو حد فهم الموضوع غلط فانا حبيت بس احط خطين كده تحت المعنى الصحيح. كابتن ايمن، اعتقد ان لعيبه الزمالك النهارده عملوا اللي عليهم وزياده، 90 دقيقة رائعة. لكن أنا بالنسبة لي واللي تعجبت منه جدا إنه لعيب عنده 37 سنة اسمه شيكابالا بيلعب 100 دقيقة من الروعة، و طبيعي جدا انه يبقى احسن لعيب في اللقاء النهارده. انا ما اعرفش اللجنه اختارته ولا لا، بس لو ما اختارتوش تبقى كارثه، انما في كل الاحوال هو اكيد احسن لعيب في لقاء النهارده شيكابالا. خلينا نتفق معاك ان زيزو اللي خدها، يعني زيزو اللي خدها. خلينا نتفق ان اوسوريو مدرب مغامر، وده اللقب اللي يطلق عليه، مغامر وعنده شيء من الرؤيه المختلفه، بتفسر على انها شيء من العبقريه لما تنجح وشيء مش عبقريه لما تفشل. هو النهارده كان اختياراته وتوظيفه للعيبه كان رهيب، غير عادي، ملهم. مش معقوله جمال تجانس التناسق، المزيكا اللي بتتعزف في الملعب، مش معقوله الشو تايم الزملكاوي اللي كان محطوط في ارضيه الملعب، حاجه فوق الخيال. ماتش من الماتشات اللي يعيش بيها لعيبه نادي الزمالك مبسوطين ان لعبوها وادوا بيها. يقول لك الماتش ده عملنا فيه ايه؟ الكعوب، حجم الكعوب، حجم الالعاب الجميله، الرشاقه في التحرك، الرشاقه في التصويب، الجمال، الجماعيات، الجمل، الثنائيات، الثلاثيات. ايه ده؟ شو تايم زملكاوي رائع استمتعنا بيه. اوسوريو كمان تغييراته كانت خطيره جدا، خد فتوح من الثيرد باك الثالث مش ويتحرك باك شمال شويه، حطه في نص الملعب وغير اللعيبه ونزل وطلع، بيتعامل مع اللعيبه قطع شطرنج، وكل واحد يديله الدور بالتوظيف اللي هو عايزه. انت هتلعب عسكري، انت هتلعب طبيعي، انت حصان، انت وزير. ومفيش وزير في الملعب غير شيكابالا، الوزير الكبير قوي اللي في الملعب شيكابالا، الحاوي. معلش حماد عبد اللطيف طول عمره كان الحاوي بتاعنا، لكن النهارده شيكابالا على درجه حاوي مرعب. هو فرقه الزمالك فيهم 4 هاري بوترز وحواه، 4 كده ماسكين بيعملوا سحر. يعني انت لما تتفرج على زيزو مع شيكابالا مع فتوح مع اوباما، يعني في سحر في الملعب، سحر النهارده طريقه الاهداف وطريقه اللعب وطريقه التفكير. لكن التنقلات، المسافات القريبه، بص المسافات بين لعيبه الزمالك عامله ازاي، ضيقه ازاي، وفاصلين خطوط سموحه، جزء من الجماعيه بتاعت شخصيه لعيبه نادي الزمالك. متمرنين عليها يبقى برافو اوسوريو، مش متمرنين عليها يبقى اللعيبه دي لعيبه كبيره قوي نثق فيها في نادي الزمالك انها تمثل تيشيرت نادي الزمالك. لكن الاحداث جوه المباراه، لا، الاحداث دي حدوته جوه الحدوته المرعبه على سموحه، السعيده على كل الزملكاويه. الحدوته رائعه، الحدوته فيها كره قدم حقيقيه. اتفرجت على ماتش كوره، اتفرجت على استعراض، اتفرجت على فن، اتفرجت على اداء، اتفرجت على سيطره مدير فني، ودي جزء من عبقريه اوسوريو، كان مسيطر على لعيبته. اسلوب الجمل بقى واسلوب الهجمات، وانا قلت بين الشوطين يا بخت اللي شيكابالا يلعب جنبه، كل كور سهله لاي حد، يعني هو اللي بادئ الجول ده. لما تقول زيزو خد احسن لاعب، زيزو كل الماتشات احسن لاعب طبعا، زيزو كل الماتشات احسن لاعب. لكن شيكابالا النهارده اي جون، اي نغمه حلوه موجوده في الملعب، ده مزيكاتي، ده مش لعيب كوره. ده النهارده انا قلت لك اللعيبه، في لعيبه بترقص مع الكوره، اتفرج في رقص، بص فالس، ده تانجو، من مش بركبته، ده تانجو من زيزو، بيلطش الكوره بركبته بجمال ازاي. بص الكعب ده كانك عايش في الارجنتين، دي ناس مولوده في الارجنتين ما اتولدوش هنا. اللقطه دي بالخيال اللي في الجول ده تانجو، مش حاجه تانية خالص. عجبتك يعني انت فاهم. انا مبسوط بالكابتن دايما اكثر من اكثر من المباراه. ربنا يخليك والله بجد. الحاله المزاجيه دي، ايه الروقان ده. قبل الماتش قلت لك هم عايزين يتكلموا مع مجلس الاداره، النهارده بيقولوا بص ادي صوتنا، ده اسلوب، احنا لعيبه كبار قوي كلنا، بص اللب وبص التطليعه وبص
الكوره وكان لازم تخش جول، لكن هي من أولها. يعني هي الكوره. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. والنهارده معانا الفيلسوف الكابتن ايمن يونس. الراجل ده اما يجي يتكلم في الكوره لازم تسمع وتنتبه، ومعاك قهوتك، معاك كوبايه شايك، تسمع وتتمزج. ويا سلام لما الزمالك يكون حلو. النهارده عايزين نقول لكل زملكاوي افرح بفرقتك، عايزين نقول لكل زملكاوي انت لازم تبص للحاجة الكويسة داخل نادي الزمالك. مش دايما النقد بيبقى على اللعيبة بتاعة نادي الزمالك. الحاجة الكويسة بنقول عليها كويسة، الحاجة اللي مش كويسة لازم نطلع ونتكلم عليها. النهاردة الزمالك رائع بكل ما تحمله كلمة من معنى. نادي الزمالك النهاردة فن وهندسة مع المايسترو محمود عبد الرازق شيكابالا. قولوا عليه أسطورة، قول عليه نجم النجوم، قول عليه الفيلسوف، قول عليه عازف البروفيسير، زي ما انت عايز تقول قول. لكن النهارده شيكابالا الكرة بتحبه، شيكابالا الكرة بتكرمه، شيكابالا الكرة كل حاجة حلوة في نادي الزمالك كان فيها لمسة من محمود عبد الرازق شيكابالا. من أول الهدف الاولاني هو اللي طلع محمود عمر جابر عشان يعمل عرضيه ولا اروع، عشان مصطفى شلبي يعمل الكوره. خدها بقى فولي، خدها زي حته كونج فو، خدها على الطاير، زي ما انت عايز تقول قول. وهدف احمد سيد زيزو اللي بركبته. انت بتلعب كره قدم، تجيب الكره باليمين، تجيب الكره بالشمال، لكن تجيبها بركبتك يبقى احمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو او الزمالك شيكابالا مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في اول ايامه واول حضوره في اول مبارياته امام سموحه السكندري، اللي النهارده ما عرفش طريق الاستاد، الا متاخر جدا. والكابتن احمد سامي كان مش في احسن حالاته. لكن النهارده كلمني على محمود عبد الرازق شيكابالا. الراجل ده ما هو الكلام النجومية مش بسهولة. انت بتتكلم في راجل 37 سنة ونص ويلعب 100 دقيقة ويتألق، وكل هجمات نادي الزمالك الحلوة الخطرة. شفت كعب محمود عبد الرازق شيكابالا؟ الكورة لما حطها له مصطفى شلبي كان ممكن يحطها في الضيقة، كان ممكن يشوط، كان ممكن يلم اللاعب، لكن بعين سحرية شاف أوباما وعمل الكورة بكعبه. وأوباما كمان رقص الهاني سليمان وزود من الشعر بيت وحطها بكعبه، عشان المفروض ان هو يحطها ببطن رجليه في القريبة، لكن حطها بكعبه علشان الزمالك النهارده مع خوان كارلوس اوساريو المجنون، مجنون كوره. ما عندك سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، وعندك ناصر منسي، الاثنين مهاجمين، وتركنهم وتقعدهم على الدكه، وتلعب بيوسف اوباما، وتلعب بسيف الدين باحمد مصطفى زيزو، وتلعب بشيكابالا، وتلعب بكمان مصطفى شلبي وداخل، وعندك بيزيد رو او بيزيد دونجا. يبقى انت راجل مجنون، بس مجنون كوره يا خوان يا كارلوس يا اوساريو. النهارده ليله محمود عبد الرازق شيكابالا. وزي ما قال ايمن يونس، زي ما قال الفيلسوف بتاعنا دايما، احمد السيد زيزو هو مانويل ذا ماتش. لكن النهارده الجديد شيكابالا. حتى الاهلاويه يقول لك قول عليه نجم، قول عليه جامد جدا، بس ما تقولش اسطوره. لكن النهارده محمود عبد الرازق شيكابالا بيوصل رساله النجوميه مش ببلاش، النجوميه. يعني محمود عبد الرازق شيكابالا فوز مستحق النادي الزمالك. لازم نبص على النص الكوبايه المليان، لازم نتكلم على الايجابيات زي ما بنتكلم على السلبيات. فوز مستحق النادي الزمالك على سموحه بخماسيه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. دايما كل جديد على قهوه الخواجه. حبيبي يا خواجه.